3 حاجات لو عملتهم عمرك ما هتلعب اساسي مع فريقك وهتفضل احتياطي ودكه على طول. عمرك سالت نفسك ليه في لعيبه بتلعب بشكل اساسي مع فريقها وفي لعيبه دايما احتياطي وقاعده على الدكه؟ الموضوع مش حظ اكيد، الموضوع ان في اخطاء بتقع فيها كل لعيبه الكوره معظمهم، وساعتها المدرب عمره ما هيعتمد عليك ولا هيثق فيك. واول خطا بيقع فيه اللعيب ان هو لما بيجي يستلم الكوره بيبقى عايز يعدي من 1 و2 و3 و4 وفي الاخر بيفقد الكوره. كرة القدم دي لعبة جماعية، واللعيب الذكي هو اللي يعرف امتى يراوغ ويعدي من 1 و2 وامتى يلعب الكرة بسرعة مع زمايله. وتاني خطأ هو عدم التركيز في التمرين. في لعيبة كتير بتاخد التمرين بهزار وبضحك وبيقعدوا يتكلموا ومش مهتمين بكل تفاصيل التمرين اللي بيعملها المدرب. وفي لعيبة كتير بتهتم بالتمرين اكنه ماتش رسمي مباراة. وهنا طبعا المدرب بيشوف مين اللعيب اللي مهتم بالتمرين وبيطور مستواه ومين اللعيب اللي مش همه وبياخد الموضوع بهزار وضحك. واكيد طبعا هيشارك باللعيب اللي مهتم بالتمرين. ثالث حاجة، اوعى تزعل من المدرب اللي بيصلح اخطائك. دي حاجة مهمة جدا ولازم تستغلها. المدرب اللي دايما اللي بيصلح اخطائك ده يهمه جدا انه يطور مستواك. فانت لو لعيب مميز هتسمع الكلام وتطور من مستواك، وتسمع كلام مدربك وتبدا تطبق. فانت لو عايز تلعب بشكل اساسي يبقى لازم تعمل ال3 حاجات دولت. اول حاجه تلعب بشكل جماعي مع فريقك، وتاني حاجه هو انت تركز في كل التفاصيل التمرين وتهتم جدا بالوحده التدريبيه بتاعتك، وتالت حاجه تسمع كلام المدرب. ودلوقتي لو انت هتطور مستواك اكتب لي في كومنت هطور مستوايا واستناني الفيديو الجاي لانه مهم جدا. فما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك الاشعار بتاع الفيديو الجاي، لان الفيديو الجاي هنتكلم فيه انك تكون ازاي اسرع لعيب في فريقك.